السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. ما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس. والنهاردة هنعمل بسكويت ال10 دقايق. هو سهل جدا ومكوناته بسيطة جدا ومتواجدة عندك في البيت. مش هتحتاجي ان انت تنزلي تجيبي المكونات بتاعته. اول حاجة هنا بيضاية، نص كوباية سكر. لو مش عندك المقدار، كوباية من عندك عادية تحطي فيها نص كوباية سكر. بنفس الكوباية تحطي نص كوباية زيت عليها كده. وبعدين هنحط عليها فانيليا، باكو فانيليا. لو عندك البواكي السايب هتحطي نص معلقة. بعدين هنا هنقلبهم كويس كلهم لحد ما السكر يدوب. طبعا انا مقلتش سكر بودر، هنحط سكر عادي بس السكر الناعم. هتقلبيه كويس قوي. اهو قلبناها. نحط بنفس الكوباية معيار كوباية ونص دقيق. بعد ما حطينا كوباية ونص دقيق هنحط نص معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة. تمام. وبعدين هنقلبها كويس قوي. اهو كده. بعد ما عجناها تقسميها بالنص كده. الجنب ده هنعمله كده، والجنب ده هنحط عليه كاكاو خام. نحط معلقة كاكاو خام. لما حطينا معلقة كاكاو خام صغيرة هنقلبها بقى وارجع لكم تاني. وبعد ما حطينا الكاكاو قلبناها. طبعا دلوقتي بعد ما عملنا العجينة هناخد قطعة قطعة ونعملها كورة او كده ونحطها. طبعا انا دهنة هنا الصينية زيت اهو. تبدأي تحطيها كده. وطبعا النوع دوت من البسكويت سهل جدا وسريع، ما بياخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. وده التاني اللي هو من غير كاكاو. نفس الموضوع هتلفيها كده هترصيها برضو في الصينية. عملناه بالمنظر دوت. طبعا نوع من البسكويت دوت بيريح، هينفش معاكي في الفرن. تمام. هنجيب طبعا السكر عادي حبيبات، وهتاخدي واحدة من دي كده وتعمليها كده وتحطيها. هنا بعد ما عملناه كله بالسكر طبعا هتجيبي معلقة زي دي. لو انت ما عندكيش حاجة تشكليها وتروحي ضغطة عليها كده بميلة اهو كده.
وهكذا. هندخله الفرن طبعا على درجة حرارة 180 وهنطلعه تاني اهو كده. بعد ما طلع من الفرن تماما عاملة جنبه شاي، ممكن تاكلي جنبيه، تشربي جنبيه شاي. هو البسكويت طعمه جميل جدا.